السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم آلاء عرفة، ودي قناتي قناة حوريات بشارك فيها معاكم كل حاجة. أم، زي ما انت شايفة في عنوان الفيديو بتاع النهاردة، حاجات يا ريتني كنت عملتها وانا في سن العشرين. أه، فيديو النهاردة جاية اشارك معاكي كام حاجة كده. الواحد لما بيقعد مع نفسه بيقعد يقول يا ريتني وانا كنت عندي مثلا كنت في العشرينات، او حتى في اوائل العشرينات كان الواحد ركز فيها وانتبه لها شوية، لعلها غيرت شوية قدام. ازاي؟ فترة العشرينات دي بتبقى الفترة اللي كلها حماس وحيوية وكلها طاقة. فالفترة دي لو استغلتيها صح حقيقي هتنجزي قدام كتير. هتلاقي نفسك لما كل ما بتقدمي في العمر كل ما تلاقي نفسك اختصرتي حاجات كتير جدا عليكي. مين فينا ما جاش في باله قبل كده اللي هو ياه لو رجع بيا الزمن كنت عملت كذا وكذا وكذا وكذا. فيديو النهاردة أنا جاية أقولك على الحاجات اللي أنا من وجهة نظري شايفة إني أنا لو كنت عملتها كان زمانها وفرت كتير قدام. تعالوا بس نشوف إيه هي الحاجات دي وندخل بالمقدمة. زي ما قلت لك سن العشرين هو السن اللي بيكون الفرصة الذهبية اللي بتبدأي تحققي فيه كل حاجة. السن ده حقيقي بتبني فيه كل حاجة، وأغلبنا بيضيعها في الحيرة، بتبقي انت لسه مش عارفة انت عاوزة ايه. فأنا جاي أقولك بقى من الحاجات المهمة اللي من وجهة نظري كنت شايفة إن هي لو الواحد كان بدأها بدري شوية كانت نفعت دلوقتي. وهي ده مش معناه أولا إن دلوقتي فات الأوان، لأ، هو يعني كل حاجة لسه زي ما هي عادي، بس الواحد لو كان عرفها بدري شوية كانت فرقت. زي مثلا الشغل، مش لازم الشغل اللي هتشتغليه وانتي في الجامعة حتى أو في بداية العشرين يكون شغل أحلامك. ممكن الشغل ده يعني يكون شغل عادي جدا، ومش شغل لمجرد ان انت محتاجة فلوس، لان الفكرة مش في الفلوس اللي انت هتاخديها دلوقتي، الفكرة في المسؤولية اللي هتتحمليها. الشغل بيخليكي تتحملي مسؤولية بدري بدري، فبالتالي بيبقى عندك التزامات ووعي بدري بدري. ده غير ان في الشغل كمان هتقابلي شخصيات مختلفة كتير. ده هيساهم في ايه؟ هيساهم ان انت تعرفي يعني الشخصيات اللي حواليك، تبدأي ان انت اتعاملتي مع ناس كتير، فشفتي يعني انماط كتير من الناس. ده غير بقى انماط الجامعة. فهنا بتبدأ تتكون شخصيتك الحقيقية، تبدأي تعرفي بقى يعني شخصيتك في الموقف ده تتصرفي فيها ازاي، بتبدأي تعرفي نفسك اكتر، تبدأي تعرفي ذاتك اكتر. ففكرة ان انت ما تشتغلي في الجامعة او في بداية العشرينات ده بيخليك ان انت عندك وعي بذاتك اكتر، بتبدأي تفهمي نفسك اكتر، بتبدأي تعرفي الناس اللي حواليكي اكتر، احتكيتي بناس كتير، فده كون جواكي خلفية عن العالم المحيط وعن نفسك، وكمان بيقوي شخصيتك فبيخليكي تعرفي تاخدي قرارات في حياتك. فهنا بقولك السن ده هو الفرصة اللي انت تبدأي تبني فيها نفسك. طبعا ده غير الشغل اللي بيفتح ليكي آفاق للعمل في السوق بدري بدري، سوق العمل يعني بدري بدري. بتبقى عندك خبرة بقى، بتبقى ليكي الأولوية في كل حاجة. تاني حاجة، مايك فصل، بس هنرجع نكمل تاني. تاني حاجة، تطوير نفسك. استثمارك في نفسك هو الاستثمار الوحيد اللي عمرك ما هتخسري فيه. طول ما انت مركزة على ان انت تطوري من نفسك، زي مثلا تتعلمي لغة، تتعلمي مهارة، تاخدي كورس مثلا في يعني في اي حاجة، سواء كان الكورس ده عشان تطوري من نفسك في مهارة معينة زي مثلا البرمجة او الجرافيك او الحاجات دي، او انك مثلا عاوزة تاخدي كورس في مجالك الاكاديمي، المجال بتاع الكلية بتاعك. ففي كلا الأحوال تطويرك لنفسك وانت في بداية سن العشرين دوت حقيقي عمرك ما تخسري فيه أبدا، بل بالعكس انت كده يعني عارفة اللي هو بتقطعي شوط كبير. فاللي هو بتقطعي شوط بقى بعد التخرج، بقى تبقي لسه متلخبطة مش عارفة هعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. فانت والله وانت في بدايه العشرينات وخصوصا في فتره الكليه انت كده بتقطعي نفسك شوط كبير جدا. هتتخرجي وانت عارفه هتعملي ايه، والمهاره اللي هتتعلميها دلوقتي هي اللي هتحدد مستقبلك بعدين، ومش بعيد ان هي تفتح لك افاق للعمل كتيره جدا، بالاضافه لمجال الشغل الاكاديمي اللي انت بالاضافه للمجال الاكاديمي اللي انت عاوزه تشتغلي فيه. تالت حاجه بقى ثقافه الادخار الماليه والاستثمار. احنا في العشرينات بيبقى مفيش في دماغنا فكره ان احنا عاوزين ان احنا نحوش او نستثمر.
احنا بيبقى دماغنا كله اللي هو بقى اللي هي زهوة الشباب، احنا عاوزين نشتري ونلبس ونعمل وكل حاجة تيجي في بالنا عاوزين نعملها. ما عندناش فكرة ان احنا ندخر. احنا محتاجين في فترة العشرينات، طبعا انتوا اللي في العشرينات انا بكلمكم يعني، ان انت تميزي ما بين انت عايزه ايه ومحتاجه ايه. اللي انت محتاجاه ضروري تجيبيه، اللي انت عاوزاه ممكن يستنى شويه. لان يعني لما بتحطي اولويات بتعرفي بالظبط ايه الضروري وايه اللي مش ضروري، ايه اللي ممكن يستنى شويه. ده هيساعدنا في ايه؟ هيساعدك في ان انت تعرفي توفري. اللي انا عايزه اقوله من كل ده ايه؟ ان انت لازم تتعلمي ازاي توفري فلوسك. يعني انت لو مثلا مبلغ صغير جدا، كل ما توفري مبلغ صغير شويه على شويه هتلاقي نفسك عملتي مبلغ على 25 سنه، عملتي مبلغ حلو. انت بتتعلمي. احنا الهدف من هنا ان احنا مش عايزين يعني ايه، نحوش لمجرد الايه، لمجرد ان يعني عايزه اشتري حاجه معينه او بتاع. لا، هو انت لازم تتعلمي ازاي تحوشي، ازاي تدخري، ازاي يعني تعرفي تشيلي فلوسك، بحيث لما تعوزي ان انت تجيبي حاجه تكوني خلاص انت عارفه ازاي تتصرفي في الموضوع، ازاي هتحوشي، ازاي تمسكي نفسك، ازاي انت خلاص عرفتي اساسياتك، عرفتي اولوياتك، عرفتي ايه الضروري وايه اللي مش ضروري. فالكلام ده بفكر نفسي قبلكم ان انا يا رب اعمل كده، عشان انا الى الان ما بعملش كده. ف يعني لو انت في بدايه العشرين او في العشرينات في اول العشرين، فدربي نفسك على كده، عشان احنا خلاص يعني بنحاول نتعلم كده ولسه يعني. الله المستعان. يا رب تكوني فهمتي اللي انا قصدي عليه. رغيت كتير في الحته دي، بس يعني ايه، يا رب يكون اللي انا عايزه اقوله، او ايوه اللي انا عايزه اقوله وصلك. رابع حاجه، حدودك الشخصيه. في السنه دي لازم تتعلمي تقولي لا. احنا في السنه دي او في السن ده بنحاول نكون لطاف، عاوزين نرضي الكل. بنبقى مثلا ايه، تبدا بقى شخصيتك تتكون، بتبداي ان انت تحسي ان انت يعني ايه، يعني تتعاملي بقى منك لنفسك كده مع الناس. خلاص بقى ما فيش لا بابا ولا ماما، فبتحاولي ان انت بقى ايه، تباني بقى اللي هو لطيفه، كيوت، اللي هو ما بتبقيش عايزه تحرجي حد، ما بتبقيش عايزه حد يزعل منك. لسه بقى بتبداي تواجهي العالم بمفردك ولوحدك. وانت كده حضرتك كده داخله تواجهي العالم، اتعلمي كلمه لا تبقى على لسانك، عشان غالبا يعني هتقابلي ناس هتحرجي ان انت تقولي لهم لا، فهتضطري توافقي على مضض، على مضض، يعني غصب عنك يعني، عشان ما تحرجيش اللي قدامك. فلما تضطري ان انت توافقي مجامله للي قدامك وانت من جواكي مش عاوزه تعملي كده، انت كل مره بتعملي كده بتخسري جزء من شخصيتك من جوه. تلاقي نفسك بقى بعد ما خلاص تميتي العشرين، لا عديتي العشرين، تلاقي نفسك انت لسه لسه زي ما انت حاسه ان ده بيستهلك منك جامد جامد. فانا جايه اقول لك من البدايه، على فكره انا عشان ما مسكتش المايك حاسه ان انا عارفه اتكلم اكتر، المايك بيقيد فعلا. المهم، فجاي اقول لك من البدايه ان انت اتعلمي من الاول تقولي لا، علشان حتى لما توصلي يعني تعدي العشرينات تحسي ان انت انجزتي حاجه في شخصيتك. اخر واهم حاجه، احرصي ان في فتره العشرينات تحفظي القران الكريم وتتعلمي علم شرعي. ليه بقول لك كده؟ لان ده فعلا اللي بيفرق في بركه وقتك وفي نفسيتك. حفظك للقرآن في الفترة دي بيكون مهم جدا، وده لسبب انك في الفترة دي بتتمتعي بقوة في الحفظ، قدرة ذهنية عالية وقوة ذاكرة في الحفظ. يعني حقيقي حقيقي تبقى مذهلة، مش هتكتشفي كده غير لما تعدي الفترة دي. لما تبدأي بقى تدخلي في معترك الحياة هتلاقي نفسك لا، أنا كنت فعلا بعرف أحفظ. بدليل إن أنت بتذاكري. يعني أنت في الفترة دي غالب اللي في العشرينات دلوقتي، وخصوصا في بداية العشرينات، بيكون في جامعات او بيكون لسه بادئ يدخل، بتكون لسه بادئه تدخلي الدنيا او تشوفي الدنيا بقى. فتلاقي يعني الغالب بيكون بيذاكر او بيدرس. فهي دي الفتره الذهبيه ان انت تحفظي فيها القران، تحرصي انك تحفظي القران، تتعلمي علم شرعي. ومش لازم ان انت تحفظي مثلا في شهر، انت ممكن يكون ليكي ورد ثابت كل يوم تحفظيه. مش لازم تخلصي في شهر او تحفظي القران كله في شهر ولا شهرين. انت المهم بتعملي جدول وتقسميه، والمهم ان يكون ليكي علم بتتعلميه عن دينك يوميا. ليه بقول لك ان انت لازم تعرفي حاجات او تعرفي علم شرعي عن دينك؟ لان حقيقي تعلمك عن دينك او ان انت تبقي عارفه حاجات في دينك في السن ده بيكون زي ما بتقولي بيسموها بوصله، بتوجهك لصح والغلط، بيخليكي تعرفي تميزي ما بين الصح والغلط بدري جدا، وخصوصا في وسط الدوشه اللي حوالينا والفتن وكل ده. فهي باختصار بتحصن فكرك من الشبهات وبتبني شخصيتك المسلمة الواعية.
يعني باختصار انت بتستغلي من عمرك في الفترة دي ما يميزها، وهي القدرة العالية على الحفظ والنشاط والقدرة الذهنية في حفظ القرآن الكريم وفهم المسائل الشرعية. يعني بتعرفي مثلا تلحقي نفسك في عباداتك ومعاملاتك، بتصححيها زي الصلاة والصيام ومعاملاتك اليومية. بتعرفي مثلا انت لو غلطتي مثلا في الصلاة، نسيتي قلتي سورة مكان يعني قلتي سورة قصيرة فقط، ما قلتيش قلتي الفاتحة فقط. كل الحاجات اللي بتحصل لنا، فتعلمك في دينك كل يوم معلومه ده بيساعد جدا ان انت تصححي اول باول، يبقى عندك وعي وتعرفي ازاي تتصرفي لما تحصل الحاجات اللي بتحصل لنا ساعات او بنقع فيها دي في العبادات والمعاملات اليوميه. فتبقى عندك وعي، عندك معرفه، عارفه تحلي، عارفه تتعاملي ازاي. فعشان كده لازم يوميا لازم تقري او تتعلمي حاجه عن دينك. ده طبعا غير ان كل ما بتعلمي عن دينك اكتر كل ما بيزداد خوفك من ربنا اكتر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما يخشى الله من عباده العلماء. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، وده كان تقريبا انا قلت 5 حاجات يعني، وده كان اهم 5 حاجات يا ريتني كنت عرفتهم من زمان. انا عارفه ان هو بتختلف من كل بنت لبنت، بس انا بقول لك تجربتي الشخصيه. يعني وطبعا في كتير يعني في حاجات تانية، بس دول اللي جم على ذهني في هذا الوقت الحالي. فبإذن الله لو جت حاجة تانية في دماغي هعمل لكم فيديو كمان، يعني جزء تاني من الفيديو ده. وانا لسه فاكرة انا لسه ما عملتش الجزء التاني من الفيديو اللي قبل ده، ان شاء الله هبقى انزله، اعمله وانزله. بس كده، ده كان فيديو النهارده. من اهم 5 حاجات يا ريتني كنت عملتها وانا في 20 او في بداية 20 من عمري. بس لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك، ما تنسيش تعملي سبسكرايب، وما تنسيش تشيري الفيديو ده لكل صحباتك البنات، وخصوصا اللي في سن 20. بس ده كان فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.